السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. الآن يا جماعة من المصاب بتاع ترعة زايد. شكل الطيور هنا ما شاء الله حاجة روعة بصراحة. أسراب من الطيور بسم الله ما شاء الله، أنواع كتير، وفيهم طبعا الوز وفيهم البط، حاجات يعني أنا ما أفهمش في الأنواع بتاعتهم. وكان ليا فيديو سابق أنا كنت مصطاد بطة، أنا قلت عليها بطة لكن في التعليقات الرجالة قالوا لي لا ده دي وزة. احنا دلوقتي على المصب بتاع ترعة زايد. ده تفريع من ترعة زايد اللي بتصفي المية الزايدة لما في التوشكا. العمق بتاعها تقريبا يتجاوز ال4 متر. لما يكون مليانة مية ادي الحد بتاعها باين علامة المية. دي طبعا اجزاء المصب ده معمول على كذا جزء، لان الطريق اللي انا ماشي فيه ده منخفض جدا. هتشوفوا معايا حضراتكم. ده جزء معمول ليه زي نظام كوبري صغير كده ومصد للماء عشان ضغط المية، معمول له زي نظام صدادات عشان ضغط المية جامد جدا. بيبقى طبعا ضغط سريع جاي من مرتفع عالي جدا لمنخفض، فبيبقى شلالات ضخمة. وانا كنت مسجل له فيديو سابق وهو المية كانت فيه وضغط المية عامل ازاي. ضغط مية شديد جدا، يعني لو رميت فيه يعني حيوان هيتفرتك من ضغط المية. معمول له صدادات خرسانة. صدادات الخرسانة دي اتكسرت من ضغط المية، يعني الحجارة اللي حضراتكم شفتوها دي اللي عدت دي متكسرة من ضغط المية. ادي كذا مصب، هي تقريبا 4 اجزاء على ما اظن كده. هنا في رملة جامدة ربنا يسترها. العربية معايا في الرملة بيبقى الموضوع صعب جدا. دي رملة يا جماعة، انا قبل كده العربية باظت مني بسبب الرملة دي. العربية فوتت، الموتور فوت معايا بسبب الرملة دي، ربنا يسترها. شايفين الرملة بين العجلتين في المرتفع، مش ظاهر معايا في الفيديو جامد لكن هو المرتفع عالي جدا. يعني اظن ان هو العربية كاسحاه كاسح في النص داخل على الموتور وعلى السلبنتينة، فربنا يسترها علينا. هوريكم المصب من ناحية توشكا. ادي توشكا ظهرت اهي، مفيد توشكا او منخفضات توشكا. ده الجزء يا جماعة اللي هو بتاع توشكا اللي ظهر امامكم الان. لما اقف برضه اوريكم اكتر من كده. ده يعتبر وصلة جاية من بحيرة ناصر لمنخفضات توشكا. يعني دي يعتبر وصلة، دي مش الاساسي، لان لما بيقفلوا المفيد دي ما بيبقاش فيها مية. المية بتنزل تدريجيا، يعني ممكن خلال مثلا نقول شهر ممكن ما تلاقيش فيها مية. وكمان دلوقتي فتحوا الصدادة اللي كانت موجودة، ده كان بيحجز جزء مثلا جزء كبير من المية اثناء غلق المفيد. لكن دلوقتي عندما يقفلوا المفيد خلال ايام بسيطة مش هتلاقي فيه نقطة مية في الجزء ده، لان هم فتحوا الجزء الخرسانة اللي عنده الحوض. الرجالة كانوا بيشمطوا عنده وانا كنت بشمط عنده. ايام ما بيقفلوا المفيد بيبقى السمك طبعا ما بياكلش، فكله بيشتغل تشميط. واغلب اللي بيطلع 99% سمكة الراي. سمكة الراي معروفة في مصر طبعا، لما بتتملح الكيلو بتاعها بيعدي 150 جنيه. لكن احنا لما بنبيعه في مفيد توشكا للتجار بيتباع ب10 ب12. يوم ما بيكون غالي اوي بيتباع ب14 جنيه، هو لسه طازة طالع من المية. فبياخدوه طبعا وبيصفروه بيخللوه وبيتباع بيعدي تمنه 150 جنيه. ده الجزء اللي امامكم الان اللي هو بتاع المصب. طبعا الوقت ما فيش مية، ده بيبقى فيه ضغط عالي جدا رهيب 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 جدا يا جماعة. اللي هيرجع للفيديوهات السابقة هيشوف الجزء ده. المية ايه اللي جاية ما شاء الله، يعني خير كبير. جاية مية وجاية اسماك من بحيرة ناصر. دي برضو للمعلومة اللي معرفش المعلومة دي قبل كده، ان دي الفائض او المية الزيادة اللي في بحيرة ناصر بيتصفى في مفيد توشكا عشان يخفف الحمل من على السد العالي. طب ناس هتقول ما احنا عندنا مية زيادة ايه؟ لا، ما المية الزيادة دي مش طول السنة. المية الزيادة دي في موسم الامطار فقط بيفتحوه، في موسم الامطار فقط. بعد كده بيبقى منسوب البحيرة في المستوى بتاعه او ممكن اقل كمان. فخير يعني ان شاء الله. يعني ادي المطر ايه لما بتيجي والسيول بتيجي مثلا في السودان او كده بتجيب طبعا المية معاها بزيادة كتير جدا.
هنا زي ما حضراتكم شايفين البحيرة، احنا المفيد اسف، ان شاء الله هنشتغل عليه شغل الكاست، وربنا ييسر الحال. يعني انا سامع ان المية حاليا مش شغالة كويس، لكن ربنا ييسر الحال. هنا طبعا الجزء اللي حضراتكم شايفينه ده المية واكلاه خالص، منهار. ضغط المية يعني الترعة، زمايلي قالوا لي ان هي لسه مقفولة، ما كملتش من يومين، الترعة دي مقفولة. لما بتكون شغالة الترعة دي يا جماعة بيبقى في الاسماك متجمعة هنا عند ضغط المية، اسماك قشر البياض بأحجام كبيرة وبكميات كتير تبقى موجودة، لان القشر البياض معروف ان هو بيحب المية السريعة او المية الجارية. احنا كلغة الصيادين بنقول المية الحامية، مية حامية يعني مية سريعة، فقشر البياض بيبقى موجود في الاماكن اللي زي كده. وبياكل بشراسة، يعني احنا لما بنشتغل عليه كاست بياكل كويس معانا. دي العربية، احنا زي ما حضراتكم لسه جايين والجبل ورانا، المكان جميل جدا، الجو روعة 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 يا جماعة. ده حسام اهو بيبدأ، وعم عبد الشافي اهو بيعمل اتصالاته، والباشمهندس نبيل بيستكشف المكان. هنا عم عبد الشافي عارف المكان ده، لكن بالنسبة لحسام والباشمهندس نبيل لسه أول مرة يجوا المكان ده، فمكان جديد عليهم. هنا طبعا مفيش صيادين حاليا، ولا بيجيها صيادين إلا نادرا، يعني اللي عارف المكان بس هو اللي بيجي. وفي ناس كانت موجودة هنا قبلنا بيومين ولا حاجة، كنت أنا على اتصال بيهم، كانوا موجودين في نفس المكان، وما كانتش قد كده معاهم، يعني كانت شغالة وقت ما كانت المية شغالة. بعد ما المية ما قفلت المية منعت معاهم. هنا الباشمهندس نبيل هو بيفكر وبيتكتك عشان ينزل ليشر البياض. ربنا يبارك له، صياد يعني ما شاء الله تبارك الله. لا مؤاخذة يا جماعة. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. المكان جميل جدا، الجو روعة. احنا دلوقتي يعني في المتوسط، ولا هو الجو برد ولا هو الجو حر. ممكن في القاهرة يكون الجو برد حاليا، لكن هنا حاليا لو مؤاخذة يا جماعة آسف. ممكن يكون هنا في القاهرة الجو برد، لكن هنا الجو كويس جدا، الجو جميل ما شاء الله. هذا حسام بدأ اهو، يا مساء الحال يا رب، ربنا ييسر الحال. ده العود الفضي يا جماعة، عود ممتاز جدا جدا. العود الفضي 3 متر موجود منه عند الحاج بدر، 3 متر و2 متر 70 و3 متر 60 و3 متر 90. بأمانة عود أنا اشتغلت بيه ممتاز ممتاز ممتاز، عود كويس جدا. برفع بيه السمك، ممكن سمكة 2 كيلو ارفعها بالعود، مع انه معروفة يعني الصيادين عارفين. معروفة يا جماعة لما تكون سمكة 2 كيلو وترفعها بالعود، طبعا السمكة لما بتطلع ما بتبقاش مسلمة ولا بتبقى ميتة، بتتنطط. التنطيطة بتاعتها دي بتدي وزنها مرتين 3. النطة بتاعتها ديت لو هي السمكة مثلا كيلو، ممكن تجيب 3 كيلو في النطة بتاعتها، فبيبقى حمل على العود. لو عود مش كويس هيتكسر معاكم على طول. هنا ده الجزء اللي حضراتكم شايفينه اللي هو انهار من ضغط المية، من المية واكلاه. انا كنت مصوره في فيديوهات سابقة، كان الجزء ده كله كده كنا بنقف عليه. ده هنا المكان اهو جميل جدا، وان شاء الله معاكم في فيديوهات تاني باذن الله. ونتمنى لو اول مرة تشوفوا الفيديوهات تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو. وشكرا لكل اللي بيدعمنا. كان معكم اخوكم في الله وليد زهني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اركب لك معلقه. ماشي، فك الرصاص.